ركز معايا شوية. ازاي اتعامل مع الغضب النرجسي من نرجسي ظاهر او خفي؟ النرجسيين يا جماعة الظاهرين والخفيين الغضب بتاعهم بيبقى غريب، العينين بتبرق، الصوت جهوري، صوت عالي جدا، شكله يخوف، الشكل نفسه خلاجات الوش والعينين بتتغير وبتفنجل كده. ازاي انت تتعاملي معاهم؟ عندك اول حاجة بلاش تبرري، بلاش تخشي في نقاش والجدال. تاني حاجة اعتذار بسيط، متأسفة، وخلص الكلام على كده، باسلوب الحجر الرمادي، صوت واطي بالراحه، كلمه او كلمتين، انا اسفه. نمره 3 حاول ان انت تقطعيه. حاول ان انت تقطعيه ازاي؟ طب معلش ممكن اخش التواليت ونكمل كلامنا بعد ما اخش؟ طب معلش انا سايبه حاجه على النار؟ طب معلش الولاد بيضربوا بعض جوه وصوتهم عالي وممكن بس لحظه وارجع لك تاني؟ قول ادب. خلاص. نمره 4 ما تحاوليش ان انت تبصي في عينيه نهائي، تبصي اما في جبهته من فوق كده ناحيه شعره او في دقنه، ما تبصيش على عينيه لان شكله ساعتها بيتغير ويبقى شكله بيخوف. طيب هيحصل ايه لو انا رحت اعتذرت له وطبطبت عليه وخلاص يا اخويا؟ هيبتدي ان هو يمد ايده ويخنفر ويخبط ويزعق وصوته يعلى زياده لحد ما تقعي تنهاري من العياط، لان هو ده اللي هو عايزه، ياخد منك وجود سلبي اثناء الغضب النرجسي. فارجوكي بلاش يا اختي ان انت تعملي كده معاه في الوقت ده، لان انت بتتعاملي مع مضطرب عقلي جدول ب. وديها للي مستنيها.